حق الحواجب راح استخدم فرشتين. فرشة هذه 208 من ماك، تلاحظونها وايد ضعيفة وصغيرة ويابسة. راح استخدمها حق الجل. فرشة ثانية 268 اذا ما خاب ظني، تكون اكبر وناعمة، راح استخدمها مع الشادو. هذا الجل اللي راح استخدمه من ميك اب فوريفر رقم 4. راح استخدم راح استخدم شادو الحواجب من بادي شوب رقم 3. واخر شي راح احط مثبت الحواجب مال H&M، مو وايد عاجبني بس ما عندي غيره. اول شي اسويه اعبي الحواجب باللون البني عادي، بس تعبئة. الحين نيجي حق الجزء الصعب اللي هو الرسم. اخذ من هذا الجل تاتو رقم 4. قدامي فلاش فانتوا راح تشوفون اللون قاعد يبين خفيف، بس بدون الليت راح يبين غامج. راح اعلي من فوق خط سيدة من تحت، خط سيدة من فوق، وراح ارجعهم، راح ارجع حواجبي لورا شوية. اللون الثقيل احطه في نهاية حواجبي نفس طريقتي اللي قبل. الحين الخط الثقيل انزين. هذا الطرف الحواجب راح اخليه ما ادري شلون، ما اعرف شلون اشرح لكم اياه، بس قاعده امد الخط وشويه ارفع له فوق، يعني ما نزله تحت يسكر على عيوني، اودي له برا كانه افتح عيوني. نفس الطريقه من فوق الحواجب. انزين، خط سيدة راح اعرض شوية عشان اغطي الشعر اللي تحت. راح اعرض شوية اودي هذا اللي فوق. تقريبا كذي راح تكون الرسمة، بس اللي راح اسويه راح اضعف من تحت هني واضبط الرسمة من فوق. احاول لون الكونسيلر يكون نفس لون يلدي عشان اذا غلط نفس ما الحين قاعد تشوفون اقدر اصلح، خصوصا ان انا قاعد ارسم على اليلد مو نفس ما ارسم على اوكي. اخر خطوة راح تكون هي نرد بلون الغامج فوق التاتو عشان نثبته، خصوصا بهالاماكن اللي راسمه فيها على اليد. وبكذي اكون خلصت طريقة رسمي لحاجبي. اعطوني رايكم، كتبوا لي كومنت، سووا لي لايك، مو تنسون السبسكرايب، وكتبوا لي شنو تستخدمون حق حواجبكم كل يوم.